فيتامين د. طيب حضرتك دلوقتي هتركزي معايا، ده. ايوه. هتركزي معايا. سيبك بقى من اللي قاله واللي قلنا. انت حاسه ايوه. بتعب، حاسه عندك مشاكل، انتفاخات، غازات، ارق، توتر، ايوه. قله نوم، فقدان ايوه. شهيه، ايوه. عصبيه زياده. كل المشاكل دي هتتحل بامر الله، بامر الله. تتعافي تماما ومش تاخدي لها علاج. تمام. لا ان شاء اعشاب الله. ولا كيماويات. هتعملي ايه؟ هتستعيني بالشاف المعافي. هتنضفي قولون ال3 ايام. هتروح عند العطار تقول له اديني شيح. هتجيبي معلقه شيح، على معلقه شيح وتغليها على كوبايه ونص ميه. ايوه. وبعد 3 دقايق تصفيها وتحليها بعسل، عسل نحل. بفضل من ربنا مره بالليل ومره الصبح لمده 3 ايام، لا يبقى عندك جرثومه ولا يبقى عندك قولون تعبك ولا يبقى عندك مشاكل تاني. بس اهم من ده كله بقى، السبب الاساسي للمشاكل اللي عندك دي كلها، ان معظمنا بياكل الفاكهه بعد الطعام. الفاكهه بعد الطعام بتعمل عفونه في المعده. العفونه بتجمع تقيحات وصديد وغازات ودمامل، حاجات عليقه بالدار القولون، ثم عامله لي عسر هضم. عسر هضم ده اللي بيخلي النحيف يزيد، ولا اللي عنده كرش ينزل. عسر هضم ده يجيب لي امساك، والامساك يجيب لي بواسير وشرخ شرجي. عسر هضم ده يجيب لي سرطانات، يجيب لي جرثومه معده، يجيب لي تقيحات وصديد وغازات ودمامل وحاجات عليقه بالدار القولون. عسر هضم ده بيجيب لي الربو. عسر هضم ده بيجيب لي حساسيه الصدر، يجيب لي الانفيه، ريحه الفم تبقى مش حلوه، يجيب لي غبش على عيني، يجيب لي صداع نصف الشهر. عسر هضم ده بيعمل مشاكل في الدنيا كلها، لان المعده بيت الداء والدواء. فحضرتك زي ما انا بقول لك اهوت، بعد ما تنضفي القولون ال3 ايام، طبعا بنمشي على نظام غذائي صحي رباني. بناكل فاكهه قبل الطعام، سلطات، بعد كده اكلنا، ونعيش حياه مرتاحه بلا امراض، حياه بلا ادويه، حياه بلا تعب. ان شاء الله. ادخلي عندي على قناتي على اليوتيوب، منصور حسين عفيفي جاد، هتلاقي فيديوهاتي. او دوس على الصوره دي هيقابلك مثلث، هتدوس عليها يدخلك على قناتي على اليوتيوب باسم ابو عبد الله منصور. ان هتلاقي شاء الله. الوصفه ونظافه القولون والنظام الغذائي الصحي وكل حاجه موضح في اكتر من 1000 فيديو.